الست أم كلثوم في باريس. بعد 5 شهور من نكسة 1967 وافقت أم كلثوم إنها تغني في باريس، ودخل الحفلة كان رايح للجيش المصري، ومقدم الحفلة قال هنغني النهاردة في فرنسا وبكرة في القدس. أم كلثوم قالت للفرقة المعدة مش هنغني النهاردة يا ولاد، وشوارع فرنسا اتقلبت على الحفلة، واتصل بيها برونو كاكاتراكس مدير مسرح الأولمبيا، وده بيعتبر أكبر وأهم مسارح باريس، وكان عشان يتفق معاها على المقابل المادي اللي هتاخده عشان تغني. وسألته الست أم كلثوم كم أجر أديس بياف، وأديس هي أكبر وأهم مطربة في الوقت ده وواحدة من أهم علامات الغناء في العالم كله. ورد الراجل وقال لها إنها بتحصل على ما يساوي 10 مليون جنيه مصري. فقالت له أم كلثوم أنا كمان هحصل على 20 مليون في الحفلة، وأغني أغنيتين بس، هو احتمال أغني 3. استغرب الراجل من حجم المبلغ، وكمان استغرب أكتر لما عرف إنها هتغني أغنيتين بس، والراجل بيقول إنه ما سمعش عن أغنية زادت مدتها عن 10 دقايق، وافتكر إن الحفلة هتنتهي في 20 دقيقة مثلا. ويدخل في الوقت ده الأديب الشاب محمد سلماوي، ولعب دور المترجم بينه وبين سيدة الغناء، وشرح له إن مدة الأغنية الواحدة بتصل لساعة ونص. فالراجل وافق على شروط الست أم كلثوم، ولكنه كان قلقان خايف الحفل ما يرجعش العائد اللي هتاخده الست أم كلثوم، خصوصا إنه ما كانش يعرف عن أم كلثوم غير إنها مطربة كبيرة في بلدها. واقترب ميعاد الحفل ونص التذاكر محدش اشتراها، ولكن كل ده اختلف لما وصلت أم كلثوم المطار وقالت للصحفيين كلمتين بس: أيوة هغني. وتأكد الجميع إن سيدة الغناء هتغني لأول مرة في أوروبا. فالتذاكر خلصت قبل وصول أم كلثوم غرفتها في الفندق، وراح الجمهور من كل مكان، والطيارات نقلت الجماهير من كل أنحاء العالم عشان يسمعوا صوت أم كلثوم في عاصمة النور. وعملت أم كلثوم البروفة الأولى جوه مسرح الأولمبيا، وسمعها مدير المسرح للمرة الأولى، ما صدقش اللي سمعه، فرح ليها وطبع قبلة على يديها. ولما جه يوم الحفل واحتشد الجمهور داخل المسرح، وأبدع المذيع الشهير جلال معوض في تقديمها على مسرح الأولمبيا، لكن الحماس سيطر على صوته وكلماته من الأجواء الملتهبة، فقال: اليوم أم كلثوم تغني في باريس، وقريبا تغني في القدس المحتلة. الجماهير قعدت تسقف والمسرح اشتعل بالهتاف، وانزعج مدير المسرح ومنظم الحفل، فذهب لمحمد سلماوي واصطحبه لغرفة أم كلثوم عشان يقول لها انه منزعج من اللي عمله جلال معوض، وانه ليس في مناسبة سياسية ليتحدث عن القدس. وقبل ان يبدأ سلماوي في الترجمة فهمت أم كلثوم اللي عايز يقوله الراجل، وردت عليه محتدة: لا يا أستاذ، احنا في مناسبة وطنية وانا هنا بغني عشان بلدي، ودخل الحفلة دي رايح للجيش المصري، وعموما عشان ارفع عنك الحرج انا متنازلة عن اتفاقنا، ولو هنزعجك انا مش هغني النهاردة خالص. الراجل سكت وما قالش اي حاجة، ولفت أم كلثوم وشها للفرقة بتاعتها ووجهت لهم كلام وقالت لهم: لموا يا ولاد الآلات، مش هغني النهاردة. وكأن سهم أصاب الراجل في قلبه، فقال إنه موافق على كل اللي هي عاوزاه، وانصرف بعدها. وخرجت كوكب الشرق وصعدت للمسرح وغنت كما لم تغني من قبل، وقدم جلال معوض الوصلة التانية بنفس الحماس، وزادت الطريقة وطال الحفل حتى الثانية من صباح اليوم التالي. وكانت دي أول حفلة تتعمل في باريس وتوصل للميعاد ده، وكتبت عنها كل الصحف الفرنسية، وعلقت كمان وكالات الأنباء العالمية ومحطات الإذاعة والتلفزيون على الحدث الكبير اللي أطلقوا عليه المعجزة الخارقة.